في هذا الفيديو سنستكشف سوياً المناطق الأكثر خطورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتجلى التحديات الأمنية والجرائم العنيفة. سنتعرف على العوامل التي تجعل هذه المناطق مركزاً للجريمة، ونكتشف القصص وراء الظواهر الغامضة التي تحدث فيها. استعدوا لرحلة تشويقية ومثيرة في عالم الأمان والجريمة، ولكن لا تنسي الاشتراك في القناة ودعمك لينا بالإعجاب للفيديو. ملخص الحكاية: قناة تفيدك بالمعلومات العامة. المناطق الأكثر خطورة في أمريكا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان التي تشهد بعض المناطق ذات الخطورة العالية من حيث نشاط العصابات والجرائم العنيفة. فيما يلي نظرة على بعض هذه المناطق. 1. شيكاغو، إلينوي. يعتبر جنوب شيكاغو منطقة تشهد نشاطاً عصابياً عالياً، حيث تنتشر العديد من العصابات مثل Gangster Disciples وفايس لوردز، وتسجل معدلات عالية من الجرائم مثل القتل والسرقة. 2. لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تعتبر بعض المناطق في لوس أنجلوس من بين أخطر المناطق في البلاد، حيث تنشط العصابات مثل بلادز وكريبس، وتسجل معدلات عالية من الجرائم المختلفة، بما في ذلك القتل والسرقة وتجارة المخدرات. 3. ديترويت، ميشيغان. تعاني ديترويت من مشاكل اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى نشاط عصابي متزايد، حيث تتواجد العديد من العصابات مثل بلاك مافيا فاميلي وواي بي آي، وتسجل المنطقة معدلات عالية من الجرائم المختلفة. 4. بالتيمور، ماريلاند. تعتبر مناطق مثل تشيري هيل وسان تاون وينشستر في بالتيمور من الأماكن ذات نشاط عصابي عال، حيث تسجل المنطقة معدلات عالية من الجرائم مثل القتل والسرقة. 5. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. رغم جمالها وتطورها الاقتصادي، إلا أن بعض مناطق سان فرانسيسكو تعاني من مشاكل أمنية نتيجة لنشاط العصابات، مع تسجيل معدلات عالية من الجرائم في بعض المناطق. يشير هذا التحليل إلى أن هذه المناطق تشهد تحديات أمنية كبيرة، وتحتاج إلى جهود مشتركة من السلطات والمجتمع لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمان. وهذا هو نهاية جولتنا في أخطر المناطق في أمريكا. إذا أعجبك الفيديو وترغب في متابعة المزيد من المحتوى المثير، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكراً لمتابعتكم، ونراكم في الفيديوهات القادمة. ملخص الحكاية: أحمد شفيق.